في الفترة الأخيرة فيديوهات الربح من الإنترنت كترت قوي على السوشيال ميديا، وفعلا الموضوع بقى مشتت جدا لأي حد عايز يشتغل، وده خلى الناس تفقد الثقة في أي حد بيتكلم عن أونلاين بيزنس، وشايفين إن الموضوع كله هبد في هبد. وهنا كان لازم اتدخل. فيديو النهارده الغرض منه ان انا الم لك الشتات اللي في عقلك وارسم لك 3 خطوط عريضه للحوار كله، علشان بعد كده لما تيجي تفتح اي فيديو بيتكلم عن الربح من الانترنت او الاونلاين بيزنس، لو لقيته ماشي في سكه من ال3 سكك دول كمل ودوس وانت مطمن، ولو لقيته خرج عن التراك نصيحه مني بلاش تكمل. فيديو النهارده ممكن يكون طويل شويه، مش عارف هيصفي معايا على كام دقيقه، بس صدقني هيبقى اهم فيديو هتتفرج عليه لو فعلا في دماغك تعمل فلوس اونلاين. وعلشان كده كوبايه الشاي المتينه وتعالى معايا علشان هنقول كلمتين بيجيبوا فلوس. بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارف لو كنت جيت لك من كام سنه كده قلت لك ان انت ممكن تكلم اي حد في اي دوله في العالم صوت وصوره لايف وانت قاعد مكانك في البيت، خصوصا لو انت من جيل الثمانينات والتسعينات والسنترال، وخش كابينه واحد وارفع السماعه، اكيد كنت هتقول عليا مجنون. الغريب بقى دلوقتي ان انت في 2024 متصالح نفسيا قوي مع الفكره دي، وشايف ان دي حاجه عاديه. عادي جدا همسك الموبايل بتاعي وافتح الماسنجر واكلم اخويا او اختي او صاحبي اللي قاعد في امريكا ويشوفه ويشوفني وانا قاعد في البيت جوه اوضتي. ده العالم اصبح قريه صغيره يا جدع. طب اشمعنى بقى لما اجي اكلمك في الاونلاين بيزنس واقول لك ان انت ممكن تعمل فلوس وانت قاعد مكانك في البيت وشك بيقلب علامات استفهام والاندهاش بيمسكك قوي؟ يعني ما هي نفس القريه الصغيره يا جدع انت. طيب طبعا انا مش محتاج اقول لك ان دلوقتي الانترنت اصبح حاجه اساسيه في حياتنا. مفيش بيت ما فيهوش انترنت، مفيش موبايل ما فيهوش انترنت، مفيش حد اصلا ما بيستخدمش الانترنت مهما كان سنه. وطبعا لو دخلت على جروب العيله بتاع الواتساب هتلاقي جده وتيتا وخالته وعمته والحبايب كلهم. بس في الاول ولا في الاخر الانترنت ده هو وسيله احنا اللي بنستخدمها، وعلى حسب ما بتوظفها على حسب ما بتاخد منها. يعني ممكن تضيع من وقتك ساعات وانت قاعد بتسكرول على السوشيال ميديا وفي الاخر تطلع بمنفعه صفر. وممكن بقى في نفس عدد الساعات دي او كمان اقل شويه تتعلم حاجه جديده تنفعك في حياتك وتنقلك في حته تانية. ممكن تتعلم برمجه، ممكن تتعلم مونتاج، ممكن تتعلم تصميم، وممكن تتعلم لغه تانية من اولها تتحط في السي في بتاعك وترفعك درجه اعلى لما تيجي تقدم على اي وظيفه. فبالتالي انا مش عايز اشوف منك اي استغراب ولا علامات استفهام لما اجي اقول لك ان انت ممكن تعمل فلوس من النت وانت قاعد مكانك في البيت. بس الاول خلينا نتفق على حاجه، ما دام قررت ان انت هتعمل كده يبقى لازم تقدم حاجه تاخد قصادها الفلوس دي. طب ايه اللي انا ممكن اقدمه على النت وفي المقابل اخد منه فلوس؟ بص، هي حاجه من 3، يا اما تقدم منتج، يا اما تقدم خدمه، يا اما تقدم محتوى. طب تعالى بقى نمسك واحده واحده كده نفصصها ونشوف ممكن تقدم فيها ايه. اول حاجه انك تقدم منتج، واول ما نقول منتج لازم فيه مصطلح يعمل فلاش في دماغك على طول، وهو التجاره. التجاره يا صديقي من اقدم الشغلانات اللي عرفها الانسان، ولو بصيت في اي زمان واي مكان هتلاقي ان التجار دول ناس معاها فلوس، ولحد وقتنا هذا برضو التجار ناس معاها فلوس. ولكن التجاره زيها زي اي حاجه حوالينا بتتطور وبتتغير مع الزمن. يعني زي ما اديتك المثال بتاع الاتصالات كده اول فيديو، زمان كان عندنا التليفون ابو قرص ده اللي انت كنت تقعد تلفه كده عشان تعمل مكالمه، ولما تحب تتكلم دولي كنت تروح السنترال. انما يا باشا دلوقتي وانت قاعد في البيت صوت وصوره من اي حته في العالم. التجاره بقى نفس الفكره بالظبط، بس هنا بيظهر معانا مصطلح جديد اسمه التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه دي مجال واسع جدا، بس عشان ما تتوهش فيه هقسمها لك 3 اشكال. اول شكل عندنا بنسميه التجاره الاعتياديه او الستاندرد كوميرس. في النوع ده من التجاره يا معلم انت لازم يكون عندك المنتج فعلي، سواء انت بتصنعه او بتستورده، وبعدين تبدا تسوق للمنتج بتاعك على صفحات السوشيال ميديا ويجي لك عليه اوردرات وتبدا تشحنه للناس. يعني من الاخر لازم يكون عندك مخزون من المنتج ده. وطبعا في النوع ده من التجاره لازم يكون معاك راس مال كبير علشان تقدر تصنع او تستورد. طب بص يا عم الحاج، انا واحد على الله حكايتي، يعني على الابيض، يعني لا هعرف اصنع ولا استورد. عندك حل ولا تتكل على الله؟ والله وفي الحقيقه انا عندي حلين مش حل واحد، بس اهدى على نفسك شويه كده. ها انا قلت لك ان الفيديو طويل، اهدى. تعالى بقى اخدك لتاني شكل من اشكال التجاره الالكترونيه وهو الدروب شيبنج. وطبعا اول ما بتسمع مصطلح الدروب شيبنج بيجي في دماغك ايه؟ الدنيا بتمطر فلوس، وبرده بيجي في دماغك هل هو حلال ولا حرام. عموما احنا مش هندخل في النقطه دي دلوقتي، انا كنت منزل فتوى هنا على القناه من دار الافتاء المصريه، هتلاقيها في الشورتس، ممكن تروح تبص عليها وممكن تدور على الموضوع بنفسك لو عايز. ولكن انا جاي النهارده اقول لك سريعا ايه هو الدروب شيبنج للناس اللي ما سمعتش عنه قبل كده. الفكره كلها يا عم الحاج ان الصين دلوقتي بتعمل كل حاجه واي حاجه وبارخص الاسعار.
وهتلاقي مواقع كتير قوي على النت اساسها صيني، ولكن اشهرهم اتنين: علي بابا وعلي اكسبريس. يا عم احمد، يا عم احمد، بس كده ركز معايا، هو ايه علاقه اللي بنتكلم فيه بالصين بعلي بابا؟ انا مش فاهم حاجه. يا عم هقول لك، يا عم اصبر، في ايه؟ اصبر بس كده. حضرتك بتروح لاي موقع من المواقع الصينيه المتخصصه في بيع المنتجات، وليكن مثلا موقع علي اكسبريس، وتروح هناك تختار منتج انت شايفه من وجهه نظرك ان هو منتج حلو وهياكل مع الناس، وكمان انت هتعرف تسوق له. وبعد ما بتلاقي المنتج ده بتبعت رساله لطيفه ظريفه كده للمورد اللي عنده المنتج، تقول له: يا عم الحاج بعد اذن حضرتك انا عايز اشتغل معاك دروب شيبنج. وبعدين تستنى لما عمك الحاج صاحب الدكانه يرد عليك بالموافقه. بعد ما حضرتك بتاخد الموافقه بتروح تعمل حاجه اسمها متجر الكتروني، زي دكانه كده بس على النت. وفي منصات كتير قوي بتوفر لك الخدمه دي، بس طبعا اشهرها شوبيفاي. بعد بقى ما بتعمل الدكانه بتاعتك دي على النت وتحط فيها شويه صور ووصف للمنتج بتاعك كده، بتبقى محتاج تعرف الناس ان انت عملت دكانه، يعني نعمله افتتاح وشويه كهارب كده علشان الناس تعرف ان انت في دكانه عندك، عشان ييجوا ينوروك ويجوا يشتروا. طيب هنعمل بقى الكلام ده ازاي على النت؟ عن طريق حاجتين: يا اما تعمل اعلانات مموله على الفيسبوك او الانستجرام، او ان انت تستخدم الترافيك المجاني عن طريق التيك توك او بنترست. طيب هي الدنيا بدات تنور معايا، بس انا برضو مش فاهم انا مكسبي فين في كل الحوار ده. هنا بقى بتيجي التركايه: السعر يا معلم. خليني اقول لك ان معظم المنتجات دي بتتباع على المواقع الصينيه باقل الاسعار، بس الفكره كلها ان انت بتسعر المنتج على المتجر بتاعك بالسعر اللي انت عايزه. يعني لو المنتج بيتباع عند المورد ب 5 دولار، انت ممكن تحطه على المتجر بتاعك ب 20 دولار. واول ما حد يشتري المنتج من المتجر بتاعك ويبعت لك ال 20 دولار، حضرتك بتاخد ال 5 دولار تروح تبعتها للمورد وتدي له عنوان العميل، وهو بيشحن له المنتج لحد عنده، وال 15 دولار الفرق حضرتك بتاخدهم. الحدوته الحلوه بقى اللي احنا شرحناها دي هو ده الدروب شيبنج. ولكن في معلومه لازم تبقى عارفها كويس قوي، ان كل حرف انت سمعته في الحدوته الحلوه دي وراه قصه وحكايه وروايه كمان، مش بالسهوله اللي انت سمعتها دي نهائي. بس انا وصلت لك الفكره. تعال بقى نروح لثالث شكل من اشكال التجاره الالكترونيه، وهو اكتر شكل محبب الى قلبي واكتر شكل مناسب لاي حد ان هو يبدا فيه مباشره حتى لو كان مبتدئ، وهو التسويق بالعموله او الافيليت ماركتنج. ما هو التسويق بالعموله؟ سريعا ومن غير رغي كتير، الموضوع باين من اسمه. يعني حضرتك بتسوق لمنتج ما، اول ما المنتج ده بيتباع حضرتك بتاخد نفحه من البيعه دي او بتاخد حلاوتك. هديك مثال بسيط علشان ما تسقطش مني. عندك مثلا موقع امازون عليه ملايين المنتجات، كل الفكره ان انت بتختار المنتج اللي انت حابه وبتبدا تسوق له على صفحات السوشيال ميديا عن طريق لينك خاص بيك انت. ولما حد يشوف الاعلان بتاعك ويدوس على اللينك ويروح لموقع امازون، الموقع بيعرف ان العميل ده جاي من طرفك انت، واول ما العميل ده يشتري المنتج امازون بيديك العموله بتاعتك. وده الموضوع باختصار شديد. طب ليه باختصار يا عم احمد؟ لانك هتلاقي على القناه هنا سلسله كامله للتسويق بالعموله على امازون، هتاخدك من الصفر للاحتراف ومجانا. وهتلاقي في السلسله دي ازاي تعمل حساب مسوق بالعموله على امازون، وكمان ازاي تعمل صور وفيديوهات دعائيه للمنتج بتاعك، وكمان ازاي تسوق للمنتج بتاعك على صفحات السوشيال ميديا. والجزئيه دي هيكون من ضمنها ازاي تعمل حساب تيك توك امريكي، واخيرا شرح موقع بنترست وازاي تقدر تسوق عليه منتجات موقع امازون. هسيب لك لينك السلسله تحت في الديسكريبشن، وانصحك بشده انك تتفرج عليها. وكده خلصنا اول طريقه من طرق الربح من الانترنت، وهي ازاي تقدم منتج. تعال بقى نروح للطريقه الثانيه، وهي ازاي تقدم خدمه. ببساطه مجال تقديم الخدمات بيتلخص في كلمه واحده، وهي فريلانسنج او العمل الحر. يعني حضرتك بتكون موظف حر نفسك، يعني مش مرتبط بمكان معين او ميعاد معين، بس مرتبط بشغل معين تخلصه بقى وانت قاعد على القهوه، قاعد على البحر، ممدد على السرير، المهم انك تخلصه. طب تعالى كده اديك مثال علشان بس تفهم الموضوع اكتر. هفرض معاك ان في شركه هتفتح جديد، عايزه بس حد يصمم لها اللوجو بتاعها، وطبعا اكيد مش هتعين موظف مخصوص في الشركه علشان بس يعمل لها اللوجو. يعني هي شغلانه واحده بتتعمل مره واحده وانت بتاخد عليها فلوس وشكرا على كده. طب خد دي كمان علشان تفهمك الموضوع اكتر. عندك مثلا واحد بيعمل محتوى على اليوتيوب زي العبد لله، الوقت عندي ضيق جدا ودايما بتاخر في الفيديوهات والناس بتزعل مني، فاروح ادور على حد يساعدني في المونتاج بتاع الفيديوهات، بحيث ان انا اصور الفيديو واديهوله هو يخلص المونتاج، وبكده يبقى انا وفرت الوقت والمجهود وعملت فيديوهات اكتر. وكمان الجوده بتاعت المونتاج هتطلع احسن، لان اكيد الشخص ده عنده مهارات في المونتاج اكتر مني، لان انا يا دوبك بس معايا الاساسيات اللي بشتغل بيها. وهو ده بقى ببساطه مفهوم الفريلانسنج. طيب مواقع الفريلانس نوعين. النوع الاول اسمه بيدنج ويب سايتس، وفي النوع ده من المواقع الشخص اللي عنده الشغلانه هو اللي بيقدم العرض بتاعه. يعني مثلا في المثال بتاع المونتاج اللي انا لسه قاله لك، هدخل على موقع من المواقع دي واكتب: يا جماعه انا عايز واحد يعمل لي مونتاج للفيديوهات
وهديله قد كده، وبعدين تبدا الناس تتواصل معايا علشان الشغلانه دي، وانا اختار منهم اللي شايفه مناسب. يعني من الاخر في النوع ده من المواقع الشخص اللي عنده الوظيفه هو اللي بيطلب، هو اللي بيقدم العرض. امثله على النوعيه دي من المواقع: موقع ابورك، موقع فريلانسر، والموقع العربي الشهير مستقل. النوع الثاني بقى عكس النوع الاول. حضرتك كواحد بتشتغل فريلانسر بتروح على المواقع دي وتعمل لك صفحه وتقدم فيها بعض اعمالك وتكتب والله يا جماعه انا بقدم الخدمه دي بالمبلغ الفلاني، وانا كواحد عايز خدمه معينه بدخل على الصفحات دي واتفرج على الاعمال، واللي يعجبني بتواصل معاه. والنوع ده من المواقع اسمه سيرفيس ويب سايتس. وعندك امثله على ذلك موقع فايفر والموقع العربي الشهير خمسات. بمناسبه موقع خمسات بقى، هتلاقي فيديو كنت عامله على القناه هنا بيشرح لك موقع خمسات بالتفصيل الممل، وفي الفيديو ده بعلمك ازاي تعمل لنفسك صفحه على الموقع، وكمان ازاي تسعر الخدمه بتاعتك. وسيبك بقى من كل ده، لو انت كنت واحد ما عندكش اي خدمه تقدمها بجيب لك في الفيديو شويه خدمات ممكن تشتغل عليها، وكمان بعلمك ازاي تعملها. اظن مفيش بعد كده، وهسيب لك الفيديو تحت في الديسكريبشن، يبقى بص عليه بص. ومن هنا تعالى اخدك لتالت طريقه من الربح اونلاين، وهي صناعه المحتوى. وعندما تذكر صناعه المحتوى يا صديقي بينور في دماغك اليوتيوب. اشهر منصه موجوده في العالم بتجمع كل صناع المحتوى، وطبعا مش محتاج اقول لك ان في ناس حالها اتبدل من حال الى حال بسبب اليوتيوب. ولكن هنا في مشكله بتظهر عند بعض الناس: انا عايز يبقى عندي قناه على اليوتيوب بس مش عايز اطلع لا بوشي ولا بصوتي. ومن كام سنه كده كنت ممكن اقول لك ان انت بتهزر، بس في الفتره الاخيره قنوات الذكاء الاصطناعي اكتسحت اليوتيوب. بتكتب السكريبت بالذكاء الاصطناعي وبيجيب لك الصور والفيديوهات والموسيقى وبيعمل لك تعليق صوتي من غير اي تدخل منك نهائي. لا وكمان الموضوع بيتطور، يعني انت قبل كده كنت ممكن تعمل كل خطوه من دي لوحدها وفي الاخر تجمعهم على بعض. دلوقتي الموضوع بقى مرعب، ممكن تكتب له جمله واحده يعمل لك فيديو من اوله لحد اخره وانت قاعد بتتفرج. يعني لو انت واحد بتحب تركز في التفاصيل وتحب تحط التاتش بتاعك كده في كل خطوه هتلاقي، ولو انت واحد عايز تكبر دماغك وتنجز في وقتك وتكتب جمله وتقعد تتفرج هتلاقي. وطبعا انت لو متابعني هتبقى عارف ان انا عملت فيديو عن الحاله دي وبرضه عملت فيديو عن الحاله دي. يعني لو عايز تشتغل في صناعه المحتوى بالذكاء الاصطناعي هتلاقيني سايب لك الاثنين تحت في الديسكريبشن، ممكن تبص عليها. مش سايب لك حاجه انا، بس انت اللي مش متابع والله. ولكن اللي انت ممكن ما تعرفوش بقى ان صناعه المحتوى مش بتقتصر على اليوتيوب. في مواقع كتير بتقدم لك خدمه ان انت تعمل عليها محتوى تعليمي، او بمعنى اصح كورسات. والمواقع دي على فكره منتشره جدا وعليها اقبال كبير، واللي عايز يتعلم بيدفع. وطبعا ممكن تعمل الكورس عن اي مجال انت عندك فيه خبره. يعني لو بتفهم برمجه ممكن تعمل كورس عن البرمجه، لو بتفهم مونتاج تعمل كورس عن المونتاج، لو انت مدرس عربي تعمل لك كورس عن النحو، مدرس انجليزي، مدرس فرنساوي، حتى لو بتعرف تطبخ ممكن تعمل كورس عن الطبخ. اي معلومه عندك لازم تبقى عارف ان في شخص تاني مهتم ان هو يعرفها. ولو عايز امثله على المواقع دي عندك موقع يوديمي وموقع المنتور. ولو انت من الابطال اللي مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي احب اقول لك ان انا كده رسمت لك الخريطه في دماغك اللي ممكن تمشي عليها وتبعد عن اي هري وهبد ممكن يقابلك. اتمنى فعلا ان انت تكون استفدت من الفيديو، ولو عايز تقفل الفيديو لحد كده تمام. ولكن لو انت شخص بتفكر ان انت تقدم محتوى على اليوتيوب في الفتره الجايه ليك عندي معلومه ممكن تنفعك. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده دلوقتي هو كلاكيت تاني مره من اول فيديو ليا على اليوتيوب، نفس السكريبت ونفس المعلومات ونفس كل حاجه. وهتلاقي الفيديو على فكره عندك على القناه لو عايز تبص عليه، انا ما شلتهوش، ولكن مع اختلاف خبره 10 شهور، طريقه مختلفه، اسلوب مختلف، ومونتاج مختلف. وانا حبيت اعمل الفيديو ده تاني علشان اوصل لك بس فكره معينه. لو انت خايف تبدا عشان خايف تعك، عك وابدا، وهتلاقي نفسك مع كل فيديو بتتقدم خطوه. وهي دي نصيحتي ليك. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.